والله بالشباب، شلونكم؟ ورجعت لكم بفيديو جديد وياكم يزن. خلوني اوازن ذني طبعا بالبداية واحكي لكم. المهم، عفونا من هذا الشيء. طبعا مثل ما شفتوا العافية بالتداريج اللي دقيناه ورانا او اللي خليناه ورانا، اللي هي دائما نلبسها واللي هو دائما نلبسه، اللي هو اللي بس كانت شلبت شبيه شنو هو، خلوه يولي. المهم، فصارت عندي شويه وطنيه وحركه وهذا. جبت لكم هاي القلاده، وهنا همات قلاده ولابس قلاده. فالعفو، هاي مو قلاده، لا هذا نحكي لكم قصته بالفيديو الجاي. هذا شيء مختلف، هذا راح شويه نشوف. المهم خلونا نحكي، نبلش بالفيديو. اليوم الفيديو راح يكون الغاز العباقرة، يعني لغز العبقري اللي مثلي ومثلكم. فقبل لا نبلش بالفيديو، لا تنسوا لايك والاشتراك والتعليق. اذا عجبك الفيديو خلي لايك واشترك ويلا نبلش وياكم. يقول اللغز الاول: يتحرك دائما حولك لكنك لا تراه، فما هو؟ صدق والله؟ لا صدق والله. وإلك 20 ثانية. لازم تبع 20 ثانية ذني، لازم تعرف هذا شنو اللي يفتر دائما فوق منك وانت ما تشوفه. شنو الوقت راح؟ شنو رد علينا، كلمنا. واضحة ترى، ما يرد الاشياء. انا اريد الوقت يخلص طبعا بالبداية، فاجاوبكم اللي هو الهواء، اللي دائما يفتر حولنا واحنا ما نشوف. انت تشوف الهواء ما تشوف. الجواب هو الهواء، واذا مو الهواء يصير حكي ثاني. خلونا نشوف اللغز الثاني. شنو اللغز الثاني؟ لان اللغز سهل وانا عبقري دائما، تعرفوني بالله. خابك الخرك الخرك. يقول اللغز الثاني: يسير بلا رجلين ولا يدخل الا بالاذنين. منو انت الخاطر النجف؟ منو انت؟ يعني يمشي دائما وما يدخل الا بالاذان. وات؟ شنو يمشي دائما ما يدخل الا بالاذان؟ الماي دائما بكل مكان معي. شنو الماي؟ وجوابه هذا الصوت او الحكي اللي دائما مثلي انا. هسه شلون القى دائما؟ قلت لكم عبقري اني. من جابتني بساعتها سألوها سؤال. انا اوقف الفيديو. سألوها سؤال انه يعني انت الحين فاتح موضوع، الحين فاتح سالفه. دائما نشخص احتمال ابعرها. ما عليكم. خلونا نشوف اللغز الثالث. ما هو الشيء الذي لا يقطع الا اذا ادخلت اصابعك في عين؟ بسم الله عليك، بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. شنو؟ ما هو الشيء الذي لا يقطع الا اذا ادخلت اصابعك في عينيه؟ الشيء هذا ما ينقطع الا دخله يعني. شنو؟ الجواب هذا ما اعرف انا. يعني انا مو عبقري. مو نقولكم انا عبقري يعني شنو تضحكون على نفسكم انتم؟ شنو؟ يعني مو قص على شوف، ما كان قصدي. شوفوا، شايفين المقص اللي بيذني الدائرات ذني ودخل صابعك وتقرب، فهذني عيون والله ايش قد اثول انا؟ ايش قد اثول انا؟ شي بابا انت مجنون، انت شبيك يعني. المهم خلونا نشوف اللغز الرابع. اللغز الرابع يقول شو يقول؟ غير نعرف شو يقول بعدها ما طلع وانا اقول شو يقول. اللغز الرابع: ما هو الشيء الذي له 4 أرجل ومع ذلك لا يمشي؟ هذا اللي قاعد استغفر الله. تفكيري غير تفكيرهم. وات؟ الكرسي. العفو، انا بعرتها يعني شلون افهمكم وشلون احكي. العفو، انا شفصت فسامحوني، اعتذر منكم. المهم خلونا نشوف اللغز اللي وراه او اللغز الخامس. فهذا اكيد الكرسي يعني الا المعطي ما يجاوب. اللغز الخامس، نشوف اللغز الخامس شنو. تسمعه وتراه ولا يسمعك ولا يراك.
What the hell يا إخوان؟ يعني أنا سمعه وأشوفه وهو ما يسمعني ولا يشوفني. كاميرا خفية، مقلب، شنو؟ ها؟ وين الكاميرا؟ مسوين بينا مقلبتهم؟ وش فيك انهبلت؟ يعني ما يصير. يعني أنا أشوفه وأسمعه وأشوفه وهو لا يسمعني ولا يشوفني. تلفزيون وايد يعني هم صحيح، هم صدق. هو التلفزيون احنا نشوفه ونسمعه وهو لا يشوفنا ولا يسمعنا. يعني انت شنو من عقل عندك؟ خلونا نشوف اللغز السادس. يقول اللغز السادس: طائر يلد ولا يبيض. روح عم روح عم روح لا خلي الناس تضحك عليك. روح بعد لا تسوي فيها. الخفاش لا لو انا غلطان، لو الخفاش، لو الخفاش. الخفاش مو يلد وما يبيض. لو انا غلطان. اسأل السؤال: هو الخفاش لو غيره؟ خير بعد 5 ثواني الخفاش اغري جاي تضحك عليها. يا طاري شنو هذا الوطواط؟ سامعين الطائر الوطواط؟ أنا ما سامع. خلونا نشوف اللغز السابع. اللغز السابع يقول: ما هو الشيء الذي إذا حذفنا منه الحرف الأول طار؟ أنا ما أدري والله ما أدري. أنا ما إذا حذفت منه حرف واحد يطير. شنو الشيء إذا حذفت منه حرف واحد يطير؟ يعني شنو؟ الوقت جاي يمشي. ما هو الشيء الذي عرقت وهاي، لأن السؤال صعب وهاي والله غبي. أنا قبي وأنا أثول وشارب ماي ثول ومكثر لبن بالفطور وجايكم. يعني شيء إذا حذفت حرف منه يصير طار. يعني قطار وآخر القاء يصير قطار، العفو يصير طار. يعني شنو هالقبع هذا؟ هلو هاي شنو هاي هاي ترى غير شغله هاي. تقبلونها أنا غبي؟ نشوف اللغز الثامن. ما هو اللغز الثامن؟ ما هو الحيوان الذي يستطيع تحمل العطش أكثر من الجمل؟ وش هالحالة هذه اللي أنا عايشينها يا ربي؟ وش هالحالة هذه؟ واي أوف. ما هو الحيوان الذي يستطيع تحمل العطش أكثر من الجمل؟ يعني شنو؟ يعني الجمل سفينة الصحراء اللي احنا نعرفها. سفينة الصحراء ما هو الجمل. الفيل خموش. شنو الفيل؟ صيد. شنو الزرافة؟ أنا ما سامع عن الزرافة أنه هي أقوى من البعير إذا شربت الماء. يعني بمعنى البعير أنه هو كل خير يدوخني. شوف اللغز التاسع. يقول: ما هو الشيء الذي يخرج من الماء ويموت في الماء؟ أعرفه والله، لو أعرفه لأقول لك. يعني يخرج من الماء ويموت بالماء. طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. شنو؟ يطلع من الماء ويموت بالماء. يعني شنو؟ يعني ثلج. يعني ثلج إذا طلع لا ثلج دار قلبت بق. ساعة ذباب ساعة بق. الملح. يعني الملح إذا طلع من الماء يموت بالماء. يعني شو؟ يذوب.
ما فهمت هالسؤال وما فهمت جوابه. اللغز العاشر ونقل الفيديو. اللغز العاشر: شيء يملكه الفقير ويحتاجه الغني، وإذا أكلته تموت، ما هو؟ ما نعرفه يبا، ما نعرفه. يعني انتم لا مسوون بينا مقلب. لو كاميرا خفية ضامين الكاميرا هنا يعني وين الكاميرا؟ وين الكاميرا بالموضوع؟ يعني وين يعني ماكو كاميرا. شيء يملكه الفقير ويحتاجه الغني، وإذا أكلت منه أموت. فرضا أنا خلنا نوقف الفيديو. بس كامل شلبت ايش بيك؟ فرضا إنه أنا فقير وشي يحتاجه مني الغني، هو غني ويحتاج شيء من الفقير، شنو؟ وإذا أكلته تموت. A few moments later. خلي المتابعين يجاوبون بالتعليقات ويشوفون هذا الجواب شنو. شباب صدق أنا هم دخلت بيه، هذا جواب شنو؟ يعني شنو؟ ها؟ المهم لهنا وياكم وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى عجبكم فيديو اليوم، ونشوفكم فيديو ثاني، وفي أمان الله.